بتعانوا من ضيق الحياة، بتعانوا من أسعار وأرزاق، بتعانوا من ارتفاع دولار وغير دولار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، دولارات، جنيهات، أولاد، اقتصاد، في فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة. إيه رأيك؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن المشكلة ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا توقرون الله حق توقيره؟ لماذا تعظمون الله حق تعظيمه؟ أوكلنا الله إلى أنفسنا في هذه الأيام لما تعلقنا بالأشياء المادية. يا خبر أبيض الدولار رفع، يا خبر أبيض الأسعار عملت، يا خبر أبيض اللي حصل واللي سوى، أنت ما شفتش اللي جرى؟ من الرازق؟ هو الله. الرزاق هو الله والرازق هو الله. نحن لا نعتمد على الأشياء المادية الحسية. نحن قلبنا متعلق برب البرية جل في علاه. فمنا من حضر التعريف والقرش وما أقل من ذلك. منا من أبائنا الكبار الكرام الأعزاء دول حضروا هذا الأمر، حضروا التعريفة وحضروا المليم، وإحنا حضرنا شوية القرش وحضرنا الشلن حتى وصل الأمر إلى بقت العملة هي الجنيه. ومع ذلك هل منع الله تبارك وتعالى عنا الطعام والشراب؟ هل متنا جوعا؟ هل بتنا عرايا؟ لا ورب الكعبة. لما قيل لأعرابي إن الشعير سيغلى قال الذي رزقنا في الرخص يرزقنا في الغلاء، فإنه لي علي طاعة ولي علي رزق، فإن قدمت طاعته فماذا أنتظر منه إلا الرزق. الرازق هو الله أيها الأحبة الكرام.